ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. الفيديو ده هتكلم على مقاومة الانسولين. كل الناس بتتكلم على مقاومة الانسولين، ناس كتيرة طلعت تقول انا عندي مقاومة انسولين وبتبقى تايهة. مش عارفة يعني ايه. يعني طب انا عندي مقاومة انسولين، طب انا اتشخصت مرحلة ما قبل السكر، طب انا اعمل ايه؟ انا ايه؟ انا يعني انا عندي السكر ولا ما عنديش السكر؟ بيبقوا تايهين، مش عارفين ياخدوا علاج ما ياخدوش علاج. حد بيستخف بيهم يقول لهم لا 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 ده عادي، يعني ظبط اكلك ومشيك. وفي ناس تقول لك لا ده الموضوع كبير بيبقى تايه. بتاع مقاومه الانسولين ده بيبقى تايه. اول حاجه لازم نعرف هو هرمون الانسولين ده بيعمل ايه. هرمون الانسولين ده هرمون بنسميه الهرمون البناء، بيفرز عن طريق البنكرياس. ليه فوائد كتيره جدا، بيبني حاجات كتير جدا في الجسم ومحتاجينه جدا، مهم جدا. فعشان كده لما يقول لك اصل ده اللي مش عارف ايه ده بيزود الانسولين، ده مش عارف ايه. الانسولين مش بعبع، احنا محتاجين هرمون الانسولين. هرمون الانسولين مهم جدا بالنسبه لنا. تمام؟ طيب بيعمل ايه؟ من اهم الوظائف ان هو بياخد بايد الجلوكوز كده، ياخده بايده كده ويدخله جوه الخليه، لان الجلوكوز هو المصدر الطاقه، هو بنزين الخليه. يعني احنا الخلايا بتاعتنا كلنا كده عايشين على حس ايه؟ مستنيين الجلوكوز عشان هو يدينا الطاقه، هو البنزين بتاعنا الجلوكوز. فالانسولين يروح واخد الجلوكوز ومدخله جوه الخليه. حلو الكلام؟ طيب يجي لمعوقات ما، اسباب ما، الباب اللي بيعدي منه الانسولين والجلوكوز يحصل فيه مشكله، يتربس. تيجي شويه غلسات كده، شو بيسموها ايه؟ شويه بلطجيه يقف على الباب، يعني يغلسوا عليه. يوم يعمل ايه الانسولين؟ ينده للبنكرياس والنبي ابعت لي واحده انسولين كمان. فيروح البنكرياس وقعت له واحد انسولين، ايه؟ اتنين كده يدوا كتف يدخلوا جوه ايه؟ يدخلوا جلوكوز جوه الخليه. نفعت النهارده، بكره ما نفعتش، نجيب واحده كمان، نجيب واحده كمان، واحده في اتنين في تلاته، عشان يعملوا ايه؟ وظيفه وحده واحده من الانسولين. فالنتيجه عندي ايه؟ النتيجه عندي انسولين مرطرط في الدم، جلوكوز مرطرط برضه في الدم، مش عارف يؤدي وظيفته، يدخل جوه الخليه ويؤدي وظيفته. وفي نفس الوقت البنكرياس بدأ يتعب. فنبتدي ندخل في حاجة اسمها مقاومة الانسولين، اللي هي مرحلة ما قبل السكر، اللي هي بعد كده يبتدي بنلاقي السكر بيعلى قرايات بس مش بتاعة السكر. تمام؟ الانسولين عندي عالي في الدم بس مش بتاع ايه؟ مش بتاع الهايبر انسوليميا، او اللي هو بتاع مرض السكر. فده اسمه مرض مقاومة الانسولين. هل بالشرط لازم اكون انسان زايد في الوزن عشان يبقى عندي مقاومه انسولين؟ لا لا خالص على فكره. لان الموضوع ليه اشكال كتيره جدا واسباب كتيره جدا، اشهرها طبعا السمنه. بس مش شرط خالص ان يكون واحد لازم يكون عنده زياده في الوزن عشان يكون عنده مقاومه انسولين. في ناس رفيعه بس عندها مشاكل تانية وعادات معينه في الاكل، وعندها ظروف صحيه ما، بتاخد ادويه ما، ممكن ببساطه جدا يجي لها مقاومه انسولين. مقاومه الانسولين، ودي بقى النقطه المهمه جدا جدا، ودي اهم نقطه في الفيديو واتمنى ان انتوا تركزوا فيها. مقاومه الانسولين تتشخص اكلينيكيا في العياده. الطبيب هو اللي بيشخصها، بياخد التاريخ المرضي، بيسمع كويس قوي للمريض، وبالفحص، وليس بتحليل الهوما اي ار، عشان ده الموضه. كل ما واحد يقول لك انا عايز اعرف عندي مقاومه انسولين ولا لا، هوب على المعمل يروح عامل الهوما اي ار. اخر كلام يا جماعه، تحليل الهوما اي ار ما بيشخصش مقاومه انسولين خالص 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 خالص، ملوش اي علاقه، ملوش اي لازمه. محدش يروح يضيع فلوسه يعملوا تحليل غالي ملوش اي 30 40 لازمه خالص خالص خالص. فارجوكم اخر كلام اتقال، مفيش اي لازمه ولا اي داعي لتحليل الهوما اي ار اللي بيروح يتعمل في المعمل، ملوش لازمه. بنشخص مقاومه الانسولين، انا دكتور طبيب، تروح له هو اللي هيشخص لك، يقول لك عندك مقاومه انسولين ولا لا. مش بتحليل الهوما اي ار، ممكن نعمل تحاليل تانية بس مش الهوما اي ار. مش اي حد، لان دلوقتي الناس بقت من نفسها كده تدخل معديه في المعمل. تمام؟ والله اعملوا لي تحليل مقاومه انسولين يا جماعه، اشوف عندي المقاومه نسبتها كام. مفيش الكلام ده خالص، انسوا الكلام ده. محدش يعمل هما، عارفين بنعمل هوما اي ار دلوقتي في ايه؟ في الابحاث. لما بنبقى عايزين نعمل ريسيرش ابحاث، نعمل بس تحليل الهوما اي ار عشان نعرف بس ايه؟ ريزلتس معينه كده، حاجات لدراسات معينه احنا بنعملها. لكن غير كده ملوش اي لازمه. احنا كافراد كاشخاص بيتشخص كلينيكيا عند الطبيب في العياده او في المستشفى. خلاص؟ علاج مقاومه الانسولين او مرحله ما قبل السكر حاجات كتيره جدا، اخرها العلاج الدوائي.
ان شاء الله في فيديوهات كتيره انا بعد كده هتكلم، لان هو الموضوع يطول شرحه، ازاي ان احنا نتعامل ونعالج مقاومه الانسولين ومرحله ما قبل السكر هنتعامل معها ازاي. بس اخر حاجه هنتكلم فيها هي الدواء، لان في خطوات تانية كتيره لازم نعملها قبلها. اتمنى ان يكون الفيديو لطيف وخفيف كده، وقدرتوا تفهموا منه يعني ايه مقاومه انسولين. وان شاء الله انا هشرح لكم واحده واحده خطوه بخطوه ازاي نتعامل مع هذا المرض، علشان ما ندخلش بعد كده في نوع السكر النوع التاني. اشوفكم على خير، وربنا يديم علينا الصحه والعافيه. باي باي.